السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ويلقاكم هاد لا فيديو في احسن الاحوال. في هاد لا فيديو البنات بغيت نشارك معكم واحد الكيكه اللي هي كتجي رائعه وزوينه وبمكونات اللي هي بسيطه والمذاق رائع، المذاق واعر، ما نقول لكمش على المذاق، شي حاجه اللي هي الطوب في الطوب. هاد الكيكه راها دايره ضجه في التيك توك، انا شفتها اول مره عجبتني وجربتها وصدقات ليا واعره وزوينه، قلت خليني نشاركها معكم. عرفتي واحد البنه فيها ما تشبعوش منها، كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر في لي كومونتير البنات. كنحتاجو في الكيكه ديالنا كاس ديال سنيده، وكنحتاجو كاس ديال الزيت، وكنحتاجو كاس ديال الحامض. هاد الكيسان البنات عبرتهم بالكاس ديال المردوم، كاس فاش كنشربوا اتاي، كاس صغير ماشي داك الكاس د العنبه الكبير. هانتوما كيف ما كتشوفوا راني غادي نخوي الكاس غير باش يبان لكم بانه راه غير الكاس الصغير ديال المردوم. الكيسان الاخرين كيبانوا كبيبرين، تقولي واش راني عابره بالكاس ديال العنبه، هما غير الكيسان الصغار. كنعبروا السنيده والزيت والحامض بنفس هذا الكاس. وكنحتاجوا 3 ديال البيضات، وكنحتاجوا قبيصه ديال الملحه، كنديروا غير قبيصه باش نعدلوا الذوق. وكنحتاجوا 2 ديال الخمارات، وكنحتاجوا واحد الفاني، وكنحتاجوا حامضه كنحيدوا لها ديك القشره الصفراء ديالها اللي كتكون من برا. والمول ديالنا البنات مول اللي هو متوسط، ماشي المول الكبير وماشي المول الصغير. هذا المول متوسط، القطر ديالو 25 سنتيم والعلو ديالو 9 سنتيم. الكيكه ديالنا راه كتجي عاليه وكتجي منفوخه ومهويه من الداخل وكتجي هشيشه. من بعد ما حكينا الحامض ديال القشره ديال الحامض، غادي نهرسوا البيضات ديالنا. كنسبقوا الحامض باش الحامض كيحيد لينا ديك الزفوريه ديال البيض. كنديروا الكاس ديال السنيده، وكنديروا الفاني، وكنديروا القبيصه ديالنا ديال الملحه، وكنطربوا المقادير ديالنا كاملين بالطراب الكهربائي لانه هو اللي كيطلع لينا البيض. الا بغيتي الكيكه تجيك زوينه وتجي هشيشه ومهويه من الداخل، طربيها مزيان حتى تولي الشكل ديالها بحال الثلج، حتى تولي بيضه، اللون ديالها بيض. كتعرفي بان الكيكه راه غادي تصدق معاك 100%. الا طربتي البيض مزيان راه الكيك غادي يصدق معاك. والبيض كيخصو يكون في درجه حراره المطبخ باش دغيا كيطلع لينا فاش نكونوا كنطربوه. كنخويو الزيت ديالنا بشوي بشوي وكنطربو. انا غير راني مزربه الفيديو، راه كنخوي بشوي وكنطرب ونعاود نخوي ونطرب. هذه هي الكيكه اللي غادي تحمر لك وجهك. انا واخا نعيا نشكرها لك في الفيديو، كنتمنى انكم ديروها في ديوركم، والمقادير ديالها راه كتواجد في كل دار، والمذاق ديالها يا سلام، المذاق ديالها ما نعاودش لكم. والريحه، عرفتي الريحه ديال الكيك كيبقى في الدار النهار كامل، اللي دخل كيشم الريحه ديال الكيك. من بعد ما طربت المكونات ديالي مزيان، غادي نضيف الدقيق. من بعد ما غربلته غادي نبدا نضيف بشوي بشوي، لان كاين الدقيق عينك ميزانك، لان كاين الدقيق اللي كيشرب وكاين الدقيق اللي ما كيشربش. غندير 2 ديال الخمارات، كندير شويه ديال الدقيق وكنخوي عليهم 2 ديال الخمارات. دابا ما غاديش نطرب بالطراب الكهربائي، غادي نطرب غير بالسباتيل، وغادي نبدا نهز من التحت للفوق، نبدا نخلط من التحت للفوق باش ما يتهرس لياش البيض، لانني طربته مزيان وطلعته باش ما يتهرس لياش. من بعد كنزيد كاس ديال الحامض. كاس الحامض ما زدتو حتى دخلت شويه ديال الدقيق مع البيض، عاد زدت الكاس ديال الحامض ونبدا نخلط بشوي بشوي. ما حدني كنزيد الدقيق وانا كنخلط حتى نشوف بان العجينه ديالي صافي، راها هي هذيك، راه ما خاصهاش الدقيق وما ناقصهاش الدقيق. تما حدني كنطرب وتندير داك الخطيط باش كنشوف
داك الخطيط فاش تنديرو الا بان ليا راه دخل في العجينه دغيا راه باقي خاصها الدقيق. الا بان ليا تيجلس واحد تيترسم ليا فوق العجينه عاد كيدخل راه صافي هذاك هو القوام ديالها. هانتوما كيف ما كتشوفوا راه كيترسم ليا في العجينه عاد كينزل. هذه هي الطريقه باش تعرفوا بان الكيك راه ما بقاش خاصو الدقيق. من بعد ما وجد الكيك ديالنا كندهنو المولة البنات بالعسل، وهذه هي الطريقه، هذه هي المرحله اللي كنت انا متخوفه منها. كنت خايفه ان ما تصدقش معايا لاننا راه ما كندهنوش المول بالزبده ونرشوه بالدقيق، كنديروا له العسل. واللي ما عندهاش العسل ممكن انها تصيب الكراميل. كدير مثلا كاس ديال سنيده مع نص كاس ديال الماء، من بعد ما كتذوب سنيده على نار مهيله كدير نص كاس ديال الماء وتتخلط مزيان حتى يولي بحال الكراميل، ومن بعد كدهن به المول. هذه هي المرحله انا اللي كنت متخوفه منها، كنت خايفه ما يتحيد لياش الكيك من بعد ما يطيب. ولكن راه النتيجه صدقات زوينه البنات. تبهرت في النتيجه فاش بغيت نحيد الكيك من المول، تحيد بطريقه سهله زعما ما عذبنيش. هاد الطريقه غتولي معتمده عندي البنات لانني فايت جربتها بعدا فاش شفت الفيديو، جربت الطريقه وصدقات معايا، عاد جربت معكم للمره الثانيه. كنتمنى انكم تجربوه، راه كيجي ناجح بهاد الطريقه، ما تخافوش، ما غيلصق ما والو البنات، وكيجي بنين وكيجي زوين. كيف ما كتشوفوا من بعد ما وجد الكيك ديالنا نتوما راه كيجي اسفنجي وكيجي منفوخ البنات. ما نعاود لكمش على الريحه اللي عاطيه في الدار، يا سلام رائعه البنات. والتزيين كيبقى اختياري نتيو باش بغيتي تزينيه. انا درت غير الكوك، عندك اللوز ايفيلي اللي متواجد عندك في الدار زينيه به. المهم ان الكيكه راه كتجي بنينه وكتجي هشيشه البنات، وما تخافوش من هاد الطريقه، ان شاء الله راه غادي تصدق معاكم من اول استعمال. هذا هو الكيك ديالنا البنات، كيجي عالي البنات وكيجي مهوي من الداخل. انا نفرق معكم واحد الطريف. الكيك ديالنا البنات راه كيجي هشيش وزوين وكيجي اسفنجي. كنتمنى انكم تجربوه، وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساونيش من لي لايك والتعاليق يكونوا زوينين والبارطاج البنات. والى فيديو مقبل ان شاء الله. باي باي عليكم، سلام عليكم، كنبغيكم بزاف.